انتهى دور الربع النهائي وانتهت معه أحلام 4 منتخبات، ولكن اشتد طمع المنتخبات المتبقية في الظفر بلقب اليورو لهذه النسخة، فلم يبقى في الطريق أكثر مما فات، فهي مباراتين فقط وتجد نفسك بطلا ليورو ألمانيا 2024. وكان نهاية دور الربع النهائي هي نهاية حكاية توني كروس وكريستيانو رونالدو وبيبي مع هذه البطولة، وفي نفس الوقت هي بداية رحلة للعديد من المواهب التي سوف نسمع اسمها يتكرر في النسخ القادمة لبطولة أوروبا. ويبقى السؤال: من هذه المواهب سوف يقود منتخب بلاده إلى المباراة النهائية؟ وفي هذا الفيديو سوف نتوقع المنتخبين اللذان سوف يكون في يوم الأحد 14 من هذا الشهر على أرضية الملعب الأولمبي برلين على الساعة 7 بتوقيت غرينتش، والمنتخبين اللذان سوف يتابع المباراة النهائية من شاشة التلفاز. المباراة الأولى: المنتخب الإسباني يواجه المنتخب الفرنسي. هي مباراة بين أقوى منتخبين في تاريخ بطولة أوروبا، منتخبا توج بهذه البطولة مرتين ومنتخب استطاع الفوز بهذه البطولة 3 مرات. هي مباراة بين أقوى دفاع وأقوى هجوم في هذه النسخة من اليورو. استطاع منتخب إسبانيا بلوغ نصف النهائي بالعلامة الكاملة، فهو استطاع الفوز في جميع المباريات التي لعبها، واستطاع كذلك التسجيل في جميع هذه المباريات، ولعب الأشواط الإضافية مرة واحدة وكانت في الدور ربع النهائي ضد المنتخب الألماني. أما منتخب فرنسا فقد فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين، لأن مباراته ضد البرتغال تعتبر تعادل. لعب الأشواط الإضافية مرة واحدة ولعب الركلات الترجيحية كذلك مرة واحدة، وهي التي حسم بها تأهله إلى النصف النهائي وأقصى بها منتخب البرتغال. من ناحية الأهداف فمنتخب إسبانيا يتفوق بكثير على منتخب فرنسا، فقد استطاع المنتخب الإسباني تسجيل 11 هدفا، كما أنه استطاع أن يسجل في جميع المباريات الخمس التي لعبها لحد الآن، أي أنه استطاع هزم شباك جميع الخصوم التي قبلها في هذه النسخة من اليورو. وفي الجهة المعاكسة نجد منتخب فرنسا لحد الآن مسجلا فقط 3 أهداف، ولم يستطيع أن يسجل أي هدف من لعب مفتوح، هدفين عكسيين وهدف من ركلة جزاء. أما لو ذهبنا إلى الدفاع فسوف نجد المنتخب الديوك متفوقا على منتخب الماتادور، ولكن ليس بفارق كبير، فمنتخب فرنسا استقبلت شباكه هدفا وحيدا ومنتخب إسبانيا استقبلت شباكه هدفين. بالنسبة لفرنسا فقد كان الهدف عن طريق ضربة جزاء في دور المجموعات، وبالنسبة لإسبانيا فقد كان هدفا عكسيا وهدفا من لعب مفتوح ضد منتخب ألمانيا في الأدوار الإقصائية. وهذا يعني أن منتخب فرنسا لم تهتج شباكه في أي مباراة من مباراتين التي لعبها في الأدوار الإقصائية، في حين أن منتخب إسبانيا لم يستطع الحفاظ على نظافة شباكه في أي من المباراتين التي لعبهما في الأدوار الإقصائية، وهذه تعتبر ميزة لمنتخب فرنسا. ويبقى السؤال: لمن سوف تبتسم كرة القدم؟ هل للعب الهجومي الممتع أم للعب الدفاعي الممل؟ تقابل المنتخب الفرنسي والمنتخب الإسباني في جميع البطولات في 36 مباراة، فاز منتخب إسبانيا في 16 مباراة في حين فاز منتخب فرنسا في 13، وانتهت 7 مباريات بالتعادل. أما بالنسبة لبطولة أوروبا فقد تقابل هذين المنتخبين في 4 مباريات، فاز منتخب الديوك في مباراتين وفاز منتخب الماتادور في مباراة واحدة، وانتهت مباراة بالتعادل. أول لقاء جمع بين هذين المنتخبين كان لقاء لا ينسى، فقد كان اللقاء في نهائي يورو 1984، اليورو الذي يعيب على الأراضي الفرنسيين، والذي استطاع منتخب فرنسا الفوز على الضيوف بثنائية نظيفة والتتويج بأول ألقابه التاريخية في هذه البطولة. وآخر لقاء جمع بين هذين المنتخبين كان في يورو 2012، اليورو الذي فاز به منتخب إسبانيا، واليورو الذي حقق فيه المنتخب الإسباني لقبه الثالث ولقبه الثاني على التوالي. وفي طريقه لتحقيق هذا اللقب أطاح بمنتخب فرنسا من هذه البطولة في دور الربع النهائي بثنائية نظيفة. كما رأينا يا عزيزي المتابع، فقد توج فرنسا في أول لقاء جمع بين هذين المنتخبين، وتوج إسبانيا في آخر لقاء جمع بين هذين المنتخبين في اليورو. فهل هذا يعني أن الفائز من مباراة إسبانيا وفرنسا سوف يكون هو بطل يورو 2024؟ أخبرنا
أخبرني عن رأيك في التعليقات. أما توقعاتي للمتأهل إلى المباراة النهائية من هذه المباراة، فسوف أختار المنتخب الإسباني للتأهل إلى المباراة النهائية ونهاية مغامرة منتخب الديوك في يورو 2024 في الدور نصف النهائي. المباراة الثانية منتخب هولندا يواجه المنتخب الإنجليزي من أقدم المنتخبات في تاريخ كرة القدم. المنتخبين المعروفان بأنهما منتخبين غير محظوظان فيما يخص تحقيق الألقاب رغم النجوم التي مرت على هذين المنتخبين. فمنتخب هولندا لديه لقبا وحيدا في بطولة أوروبا، أما المنتخب الإنجليزي فأيضا لديه لقبا وحيدا ولكن في بطولة كأس العالم، وهو يتمنى أن يكون يورو 2024 هو أول ألقابه التاريخية. فهل سوف يحدث ذلك أم أن للطواحين الهولندية رأي آخر؟ يعتبر منتخب هولندا هو المنتخب الوحيد من المنتخبات التي وصلت نصف النهائي الذي لم يلعب الأشواط الإضافية، وقد حسم تأهله في الأدوار الإقصائية في الوقت الأصلي للمباراة. أما منتخب الإنجليزي فقد لعب الأشواط الإضافية في الدور 16 ضد منتخب سلوفاكيا، وحسم تأهله في الدور ربع النهائي بالركلات الترجيحية ضد منتخب سويسرا، وهذا الأمر يصب في صالح المنتخب الهولندي. فاللاعبين الهولنديين سوف يكونوا أفضل من ناحية اللياقة البدنية من اللاعبين الإنجليزيين. في العموم استطاع منتخب هولندا في 5 مباريات لعبها لحد الآن في هذا اليورو الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة واحدة، وخسر مباراة واحدة، واستطاع تسجيل 9 أهداف واستقبلت شباكه 5 أهداف. وللتذكير فقط فمنتخب هولندا تأهل كأحد أفضل تواليت من دور المجموعات. أما بالنسبة للمنتخب الإنجليزي فقد استطاع الفوز في مباراتين وتعادل في 3 مباريات، أي أنه لم يتعرض للخسارة في أي مباراة لحد الآن، وتأهل متصدرا مجموعته في دور المجموعات. استطاع تسجيل 5 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف. تقابل المنتخب الهولندي والمنتخب الإنجليزي في جميع البطولات في 31 مباراة. استطاع منتخب الأسود الثلاث تحقيق الفوز في 13 مباراة، في حين استطاع الطواحين الفوز في 9 مباريات وانتهت 9 مباريات بنتيجة التعادل. أما بالنسبة لبطولة أوروبا فقد تقابل هذين المنتخبين في مباراتين. كان اللقاء الأول في يورو 1988 واستطاع منتخب الطواحين حسم المباراة لصالحه ب3 أهداف لهدف وحيد. تجدد اللقاء بين هذين المنتخبين في يورو 1996 ولكن هذه المرة استطاع منتخب الأسود الثلاث الفوز في هذه المباراة ب4 أهداف لهدف وحيد. توقعاتي للمتأهل إلى المباراة النهائية من هذه المباراة سوف يكون هو المنتخب الإنجليزي، المنتخب الذي تأهل لأول مرة إلى المباراة النهائية في يورو 2020 ولكنه خسر اللقب آنذاك لصالح المنتخب الإيطالي. فهل يستطيع المنتخب الإنجليزي أن يكرر ما فعله في يورو 2020 في يورو 2024 ويتأهل بذلك إلى المباراة النهائية مرتين على التوالي، أم أن للطواحين الهولندية رأي آخر؟ أخبرني أنت عزيزي المتابع عن رأيك في التعليقات. من هم المنتخبان اللذين تتوقعهما أن يتأهلان إلى المباراة النهائية؟